السلام عليكم. لكل واحد خاطب تعالى. هو لو انت خاطب واحدة وفيها كل المميزات فلقيت واحدة احلى شوية، هتعمل ايه؟ دي مشكلة اخونا هنا. بيقول انا حكايتي طويلة شوية بس استحملوني. انا خاطب دلوقتي ومن اول يوم قعدت معاها فيه لقيت صفات كتير فيها، روحها حلوة بس شكلها مقبول. يعني قصده مش حلوة قوي، لكن مش الشكل اللي انا كنت عاوزه. ده في وقتها، يعني في وقتها ما كانش عايز الشكل. ماشي، هعديها. بس مش الشكل اللي كنت عايزه، خصوصا اني يعتبر منعزل عن موضوع البنات ده. فاستخرت ربنا لقيت اهلها بيرنوا بيقولوا تعالوا. اتفقوا. انا ما حبيتش اني اقول لا، لان ابويا صاحب باباها، فقلت يا رب لو فيها نصيب سهلها لوحدها. الحمد لله اتسهلت. اتسهلت قوي. اتفقنا وكل حاجه بقت زي الفل في 4 ايام. انا ما كنتش مقتنع بالشكل، كانش يعني مقتنع بشكل العروسه. ماشي. انا ما يهمنيش الشكل يا عم، لو ما يهمكش الشكل ماشي. اللهم طولك يا روح. ما يهمنيش شكل الجسم، لكن يهمني شكل الوجه. فكملت وكده. البنت شرياني لأبعد الحدود، بتحبني جدا لدرجة إني لما بروح عندهم بتأكلني هي وبتغسل لي ايديا. كمان بتحبني قوي قوي، مستعدة تضحي بأي حاجة مقابل تساعدني. طب بسم الله ما شاء الله. أنا بحبها كروح طيبة، كمعاملة، ككلام، خفة دم، كتدين، أهم حاجة. بس كشكل نفسي أتقبلها ومش قادر. فأنا التقيت ببنت حلوة كشكل، جت عندنا البيت لأختي، فحسيت إن قلبي لوحده مليها. وأنا عاوز أفضل باصص لأي بنت عسولة كوجه. أنا في صراع دلوقتي بقالي سنة وشهرين، مش عارف أتصرف إزاي ولا أعمل إيه. بعيط كل ليلة والله. أنا بكون معاها في البيت حبيبها قوي، وبزعل لما بروح من عندها. أنا لو سبتها البنت هتموت، هتموت فيها، وممكن تعمل في نفسها حاجة. أنا مش عاوز أعمل حاجة تغضب ربنا وأكون ظالمها. شوروا عليا بدون تجريح لو سمحت. أهم حاجة بدون تجريح. ماشي. بص يا حبيبي، مفيش كوباية مليانة. وإذا كانت البنت جميلة، فمع احترامي ليك ما تاخدش كلامي تجريح والله ولا تريقة. بس كانت البنت جميلة، روحها. ف وانت جميل شكلا. انت ما وصفتش نفسك خالص، بس انت مش تامر حسني، مع احترامي ليك. بص، انا ولا انت ولا اي حد، اي راجل او اي بنت، مفيش حد كامل. الكوبايه مش مليانه. تمام. وعند انت بسم الله ما شاء الله مشكر، يعني روحها ودمها زي العسل وبتحبك وبتموت فيك ومستعده تضحي عشانك. تمام. هو انت الجميله ممكن ما تكونش فيها مش الصفات دي ولا واحده من الصفات دي. تمام. اللي انت عجبك شكلها، فانا بقول لك ما تظلمش. ده رايي انا يعني. مش هتاخد كل حاجه، يعني مش هتاخد كل حاجه في واحده. مفيش واحده فيها كل حاجه، لان مفيش واحد فيه كل حاجه. انت مش كامل عشان تبقى عايز واحده كامله. ممكن انت من بره حلو، من جوه الله اعلم. ممكن هي من جوه حلوه، من بره معقوله او مقبوله زي ما انت وصفت. تمام. مفيش حد كامل. تمام. ولو ظلمت هتتظلم. كما تدين تدان. بنت ما فيهاش اي حاجه، وانت صليت صلاه استخاره وربنا قال لك كمل، فمش هتيجي انت هتقول له ايه. واي حد عنده راي لاخوكوا سيبوا له في تعليق. واي حد عنده مشكله سيبها لي في تعليق. ما تنسوش يا جماعه لايك وكومنت، مش هيكلفك حاجه. تمام. شكرا.